تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. وبركاته مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم، يتجدد اللقاء بكم اليوم مع برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان. موضوع حلقة اليوم هو استكمال للسلسلة التربوية التي بدأناها تقريبا حلقتين والآن الحلقة الثالثة. اليوم راح نتكلم بحول الله تعالى في نفس السلسلة، أبناؤنا، تربية الأبناء بين الماضي والحاضر. عنوان حلقة اليوم راح يكون أنواع المربون. طبعا احنا تطرقنا قبل كده في الكلام في الأساس أو القاعدة أو الأساس اللي لازم نبني عليه أبناءنا أثناء تربيتهم. وإذا احنا عرفنا بالضبط على أي أساس نبغى نربي أبناءنا، معناها أن احنا راح نتبع خطوات التربية التالية من نفس جنس الفكرة الأولى أو من الأساس نفسه. يعني ما راح نجيب لا أساليب ولا وسائل مخالفة لهذا الأساس أو لهذه القواعد التي بدأنا نؤسس أبناءنا عليها. وطبعا ذكرنا احنا أنه عملية التربية لأبنائنا هي في الحقيقة ليست عملية تربية لهم، إنما هي تربية لنا نحن أيضا، نحن المربون. نحن اللي نتربى أول شيء قبل ما نربيهم. احنا نفكر دائما ان احنا لما نبدأ نربي أبنائنا احنا بنعلمهم ونفهمهم ونخليهم أشخاص مختلفين، لكن في الحقيقة نحن بنتربى بشكل عكسي، فنحن أيضا نصبح أشخاصا آباء وأمهات مختلفين من خلال ما نمارسه من أساليب وطرق تربوية مع أبنائنا. في حلقة اليوم قلنا احنا نتكلم عن أنواع المربون. طبعا نحن كنا نظن زمان ان احنا فقط اللي بنربيه، ومرة إذا زاد الموضوع ممكن يكون يربوا معانا الأهل، يعني الأب والجد والجدة، وممكن يعني الخال العم كذا، يعني بشكل بسيط يعني يتدخلوا في عملية التربية. طبعا زمان الظروف مختلفة والأسلوب الحياة مختلف والأدوات وأسلوب العيش كله مختلف تماما يعني، فكان الناس أساسا بسيطين، لذلك كانت عملية التربية يقوم بها الأب والأم والجد والجدة، يتدخلوا شوية والأقارب يعني بشكل خفيف، وتقريبا كل الناس كانوا يتربوا بنفس الطريقة، لأنه نفس الطريقة نفس الهدف نفس النتيجة. لكن الآن أصبح هناك أكثر من مربي، وفي الحقيقة نحن ما بنربي كثير، لأنه نحن تقريبا ممكن 10% بنمارس عملية التربية مع أبنائنا، لكن 90% مقسم على أنواع المربون الآخرون. فعندنا أول المربين، عندنا نوعين أول شيء من المربين. في المربون المباشرون، يعني بشكل مباشر يقوموا بعملية التربية، وفي مربون ومؤثرون بطريق غير مباشر على أبنائنا. بشكل مباشر أول وأهم هؤلاء هم الوالدان، هم أول من يؤثر على هذول الأبناء. من يوم ما يتولد الطفل يفتح عينه على الدنيا يلاقي أبوه وأمه في وجهه، ويبدأ هو يتشرب كل شيء يشوفه وأي شيء يسمعه من أبويه. والأب والأم طبعا يعني بيكونوا يربوا أبنائهم زي ما تربوا، وهذه حقيقة، يعني احنا بنربي أبنائنا زي ما تربينا إلا من رحم الله. فيبدأوا يربوا هذا الولد زي ما تربوا هم، ويكبر على نفس الطريقة ونفس المنهج ونفس الأساسات. لذلك تأثير هؤلاء المربين هو حسب قوة معرفتهم وعلمهم بالهدف الذي يقومون به في هذه التربية. فلو افترضنا أن الأب والأم خلاص اتفقوا الآن أنهم حيربوا أبنائهم تربية على أساس الإسلام، معناها أنه حيكونوا يربوا هذا الابن الصغير ويعلموه كل شيء قائم على أنه يعرف فيه دينه، يعرف فيه دينه من الأساس، من ربه وإيش هذا الرب وإيش وضعه وكيف يتعامل معه، وأنه هو الذي ينعمل له حساب في كل شيء وليس هم،
وطبعا مع هذه التربية كمان يتعلم بعض المفاهيم، مفاهيم الصدق، مفاهيم الكذب، مفاهيم الأمانة، مفاهيم البر، يبدأ يتعلمها على أساس الإسلام، فيعرف تماما إيش الصدق، إيش معناها، وإيش جزاء الصادق عند الله، وإيش معنى الكذب، وإيش الكاذب عند الله. وما راح يعرف أبدا مسألة الكذب الأبيض ولا اللون الرمادي في هذا النوعين من الصفات. طيب، ولا راح يتعاملوا معاه انه الطفل صغير فهو ما يفهم، ما يعرف معليش وما معليش، لا خلاص، هم حيربوه من الأساس انه هو كائن صغير يجب أن يربى ويعتنى به بطريقة صحيحة بدون النظر انه هو صغير. ولما نقول انه هو صغير مو معناه انهم حيعاملوه معاملة الكبار، لا، لكن حيستخدموا الأسلوب المناسب لعمره فقط. لكن هي الفكرة اللي هو حيتلقاها الأب والأم هو نفسها. لما أجي أعلم أنا أولادي الصدق مثلا وهم صغار، أنا راح أعلمهم بالأسلوب اللي يناسبهم والأسلوب اللي يقدروا يفهموه ويستوعبوا معناه أو مفهوم الصدق. لكن أنا لما أجي أطبق الصدق راح أطبقه بطريقته الواضحة والصريحة والصحيحة أمامه. فهو الآن الطفل قاعد يتلقى مفهوم وقاعد يشوف تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع من خلال أمه أو أبوه، فحيترسخ عنده هذا المفهوم بشكله الصحيح كما هو في الإسلام. فلما يجي أحد مثلا يعني يتكلم معاه أو يتصرف معاه تصرفات فيها خلاف الصدق، حيعرف تماما أنه خلاف الصدق هو الكذب. ممكن يجي أحد تاني يقول له لا هذا مو كذب، يعني لأنه إحنا ما ضرينا أحد، معناه هذا الكذب الأبيض اللي الناس تقول عليه، ما راح يفهم هذا الكلام، لأنه هو تلقى الصورة صحيحة، قاعد يتعلم مفهوم الصدق وقاعد يشوف تطبيق الصدق في بيته مع أبوه مع أمه، فبالتالي يترسخ عنده المفهوم الصحيح. فهنا إذن تربية الأبوين هم أو الأبوين هم المربين الأساسيين في نقل عملية التربية. لما أجي أنا أعلم أولادي البر، لازم يعرفوا البر إيش معناه. البر مو معناه أنه مثلا خلاص يعني يسلم على أمه وأبوه ويبوس راسهم، لكن معليش مسموح له إنه يرفع صوته عليهم، لا. لما نعلمه البر راح أعلمه البر الصحيح بالوالدين إيش معناه وكيف يتم عمليا، وأنه هو غير مرتبط بالهوى. طبعا هذا هو صغير أو في مراحل العمرية المختلفة، حسب العمر الأبوين راح يتبعوا الأسلوب المناسب لنقل المعلومة، لكن هم أساسا الأبوين راح يطبقوا هذا المفهوم بشكل تلقائي أمام أولادهم. فحيشوفوا الأبناء كيف الأب والأم يعاملوا أبويهم أو أجدادهم. لما يشوفوا زي كده ويكونوا مثلا الجد أو الجدة متعبين جدا، يشوفوا صبر الأب والأم في التعامل مع أبويهم الكبار في السن، راح يتعلموا من خلال هذه السلوكيات. أثناء ما احنا بنمارس هذا الشيء دائما حنربطهم، نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر والإحسان إليهما، وإن احنا ما نرفع صوتنا، وإن احنا دائما نكون في خدمتهم، وإن هم نقدمهم على أنفسنا. يشوف هذا النموذج يتربى بشكل تلقائي إنه هذا هو المفهوم الصحيح للبر في الإسلام. طيب، فإذا احنا ليش نقول إنه جهد الأبوين هو 10%؟ ما هو أكبر من كده. ليش؟ لأنه في زي ما بيقولوا إيش لاعبين آخرين في موضوع التربية، في مؤثرين آخرين راح يدخلوا في الخط الآن في موضوع التربية في الوقت الحالي. لما نخلص من الأبوين في تربيتهم لأبنائهم حسب مراحلهم العمرية، طبعا نحن لما نقول حسب مراحلهم العمرية لازم أكد وأشدد التربية تبدأ منذ الولادة، لكن لمن فاته هذا الموضوع يقدر يلحق عليه ويستعين بالله ويبدأ من النقطة اللي وصل لها ويصلح ما أفسده أو ما أخطأ فيه في موضوع التربية. يعني الإنسان ما يقول مثلا خلاص أنا أولادي كبروا دحين إيش أعلمهم ما أعلمهم، لا، مو كذا. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا شارك وبارك في هذا الأمر وأن الإنسان كانت نيته واضحة مع رب العالمين، فهو بإذن الله سوف يحصد جزاء أو أجر نيته وقيامه بالفعل. في النهاية نحن مهما ربينا ومهما سوينا النتائج هي بيد الله، نحن ما لنا شيء، نحن فقط الأسباب، نقوم بالأسباب وبعملية التربية بشكل صحيح. المؤثر الآخر في موضوع التربية أو اللي يدخل في موضوع التربية بشكل مباشر عندنا أخطرهم اللي هو المدرسة. الآن الطفل لغاية 6 سنوات في البيت أو 3 أو 4 سنوات، الآن ممكن 4 سنوات خلاص يبدأ يروح الروضة، دخلت الآن المدرسة في خط التربية. في رأيكم ليش الأطفال في سن مبكرة لازم نلحقهم في الروضات؟ هل هو صحيح أساسا نفسيا واجتماعيا وعقليا للطفل أنه يدخل روضة من 4 سنوات مثلا؟
هل هذا ما حيأثر عليه؟ هو في الحقيقة يأثر عليه. لذلك كانت الخطوة الأساسية في السيطرة على الجيل الجديد، الجيل المسلم، إن احنا ندخلهم الروضة من سن مبكر. فيبدأوا الآن في موضوع التربية تدخل المدرسة في الخط ويقطع الطريق على الأبوين. كيف ممكن المدرسة تأثر على أبنائنا في تربيتهم وتوجيههم؟ ممكن نحن ما فكرنا أبدا أن المدارس تأثر على موضوع التربية، نفكر نحن لما نربي أولادنا ونعلمهم وإلى آخره وبعدين يروحوا المدارس عادي سوف يبقون كما هم كما تربوا. لكن أغلب عمليات التغيير التي تحدث في سلوكيات الأبناء تأتي من يوم ما يدخل المدرسة، وهذا الشيء مشاهد، وكل واحد يقدر يراجع نفسه في الموضوع ده مع أولاده، يشوف أولاده قبل ما يروحوا المدارس، قبل ما يلتحق بالمدرسة كيف كان، وبعد ما راح المدرسة كيف كان. طبعا بعضنا ممكن يقول طبيعي يعني يتغير، ما هو جالس يكبر، ما جالس ينضج، ما نختلف في هذا الكلام، لكن لازم نعرف نحن المدرسة إلى أي مدى تؤثر في عملية تربية الأبناء. كيف تأثر المدرسة؟ أول شيء المدارس هي نوعين، إما مدارس حكومية سواء كان مدارس ابتدائي ثانوي متوسط أو روضات أو اللي يكون مثلا، هي إما حكومية أو خاصة، عالمية أو خاصة يعني. طيب طبعا هذه المدارس عندها نظام تعليم ونظام إداري، وفي المدرسة في مدرسين وفي طلاب وفي مناهج أو في منهج دراسي يسير عليه الطالب. لو مسكنا كل واحد من هذولا حنتكلم عنه، نقول إيش؟ أول شيء نظام التعليم. نظام التعليم أو منظومة التعليم في هذه المدارس ما هي مصممة ومبنية من أجل التأثير على المسلمين أو على بناء شخصيات إسلامية متعلمة مثقفة قوية واعية معتزة بدينها، ما هي مصممة كذا. فهذه المدارس تصميمها الإداري وتصميمها الأكاديمي ما هو على أساس يساعد إنه نشأة المسلمين بطريقة قوية جدا، فهذا بيأثر إذن عليهم من خلال تطبيق أنظمة مختلفة تجيهم من برا ويطبق عليهم سواء كان مسلم ولا غير مسلم، وبطبيعة الحال إنه المسلم راح يتأثر بهذا النظام. طالعين فاصل وراجعين نكمل كيف تأثر المدرسة في موضوع التربية. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل كيف المدرسة ممكن تأثر على عملية التربية. احنا قلنا في البداية أن نظام التعليم أساسا ليس قائم على أساس أنه يخدم المسلمين في جميع أنحاء العالم، يعني ما راح نستثني أي بلد، إنما نظام التعليم العالمي أساسا مش معمول أو ليس معمولا من أجل المسلمين.
إنما لكي يخدم أشياء أخرى. طيب المناهج، كيف تأثر المناهج؟ المناهج أول شيء ليست مصممة لتثبيت العقيدة عند المسلم، إنما للتشكيك فيها. ممكن يبدو الكلام شوية كبير، بس كيف يكون عملية التشكيك؟ ما راح يجي أي أحد يقول للمسلم لازم تشك في دينك ولازم 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 بشكل مباشر، إنما بشكل غير مباشر. من خلال إيش؟ من خلال إعمال العقل بطريقة زايدة شوية، أو من خلال بعض المناهج التعليمية أو المواد التعليمية اللي يضيفوها للطلاب تحتاج فيها مسألة بالعقل، فكل شيء دائما يكون بالعقل بالعقل بالعقل. طيب فهنا بالعقل معناها أن الإنسان يبدأ يشك في وجود الإله. ليش؟ لأنه هو ما يشوفه بالعقل. لازم أنا أشوف الإله حتى أن أنا مثلا أؤمن فيه. فيبدأ بشويش يعني، أو يعني على مهل الإنسان يبدأ يدخل يشك في بعض الأشياء في العقيدة أو في بعض الأفكار الإسلامية وبعض المفاهيم. ليش؟ لأنه المناهج، لو راقبنا المناهج اللي يتلقاها الأبناء منه هم صغار لغاية مرحلة ثانوية، لو تتبعنا كل ما يدرسوا ويأخذوا ونجلس معاهم هم يتعلموا، راح نسمع أفكار عجيبة جدا وغريبة. ولما نقول زي كده والله أنا ما قاعدة أبالغ، لأنه يعني مما رأيت وعشت وسمعت هذا كله، انه المناهج بالفعل بتاثر على ابنائنا انهم مو فاهمين اشياء كثيره، ولما ما يفهموا يسالوا ما في اجابات. وطالما ما في اجابات، خاصه نحن المسلمين، انه اي سؤال لازم يكون له جواب، اما ما في جواب هذا امر محير جدا. فيبدا الانسان يبحث عن الاجابه في اي مكان، والاجابه اللي يحصل عليها راح يقبل بها زي ما هي حتى يرتاح منها. فهنا المناهج التعليميه تاثر. طبعا ممكن نقول كمان شيء ثاني، المواضيع اللي تعالجها هذه المناهج التعليمية، حتى لو كانت كيمياء ولا فيزياء ولا شيء، في داخلها بشكل خفيف جدا تدخل بعض الأشياء اللي تخلي الإنسان يبدأ يفكر بعيدا عن الإسلام بطريقة شوية بعيدة، مو بطريقة مباشرة. يعني لما نيجي المناهج هذه تهدم موضوع العقيدة أو تسخف أو تقلل من أهمية العقيدة أو تشكك في العقيدة، ما تيجي بشكل مباشر، إنما يعني زي ما بيقولوا إيش، بكميات قليلة جدا تدخل في ذهن الطفل الصغير من هو صغير إلين ما يكبر، بعدين يبدأ الكلام على كبر بطريقة واضحة جدا. وهذا الشيء نلاحظه لما أبنائنا يجي يناقشونا في مواضيع مثلا نحن ما نتناقش فيها ولا نأخذ بها يعني أساسا، يعني إحنا مسلمات بالنسبة لنا في عقيدتنا. يعني مثلا مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر وهذه الأشياء إحنا من المسلمات أساسا، يعني طالما أنه هي غيب لكن ذكرت فإحنا نؤمن بها وما نشك فيها. الشك في أي واحدة من هذول كلهم يخرج الإنسان من الإسلام. لكن الآن أبنائنا أصبح عندهم جراءة أنهم يناقشوا هذه الأشياء اللي هي نعتبرها إحنا خطوط حمراء، واقنعني ولا تقنعني الكلام كمان. طيب كمان أحد المؤثرين في هذه الأشياء اللي هو إيش؟ طلاب المدارس يؤثروا على بعضهم البعض. كيف التأثير هذا يأتي؟ مش تأثير أخلاقي، إنما حتى التأثير في العقيدة. كل طلاب المدارس يأتوا من بيئات مختلفة، من أفكار مختلفة، من طرق تربية مختلفة، من أساليب تربوية مختلفة. فلما كلهم يتواجدوا في مكان واحد، كل واحد يأثر على الثاني بطريقة مختلفة. اليوم ممكن ابن الأبناء مو راضي أساساً عن أسلوب والديه في تربيته، يعتبر مثلا إذا ربوه على طريقة الإسلام كأنهم متخلفين شوية. ليش؟ لأنه زميله أو صديقه في المدرسة اللي هو يجي برضه من عائلة مسلمة، يعني عايش حياته بالطول والعرض ولا عنده مشكلة، وأبوه وأمه مو معقدين في التعامل معه ولا في نقل الأفكار، وزي ما بيقولوا هو فري يعني أكثر. فهذا الشيء يبدأ يشك هو في أنه طريقة أبوه وأمه مو صحيحة في التربية، ولا حتى أبغى أتربى هذه التربية، لأنه هذا الإسلام الآن صار يكبتني أو أنه يخنقني، ما قاعد أخذ راحتي في هذه الحياة. هذا النوع من التأثير الطلاب على بعضهم البعض هو اللي يدخل علينا في خط التربية مع الأبوين. طبعا ممكن يكون تأثيره قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش قال؟ مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، وشبه دائما أنه كلا الجليسين يؤثر على صاحبه شاء أم أبى، بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. لكن ممكن يكون التأثير طلاب المدارس على بعضهم البعض ضعيف جدا مثلا على أبنائنا إذا كان الأبوين أساسا عندهم علم ومعرفة وهدف وخطة للتربية، يعني مفتحين عينهم زي ما نقول نحن، فهم فاهمين كيف بموضوع التربية وعارفين التحديات عندما تظهر كيف يتم معالجتها ومناقشتها بالعقل مع الأبناء
حتى أنهم يجعلوا عملية التربية عملية سهلة جدا. يعني أنا في البداية لما أجي أربي أولادي بنتي ولا ولدي على الصدق، معناها أن ولدي لما يروح المدرسة ويشوف شيء راح يجي يقول لي عادي، يعني من غير ما يخاف مني. ليش؟ لأنه ما راح يحسب حساب لشيء. وحتى لما يرتكب خطأ مثلا لما أجي أسأله راح يجاوبني بالصدق، لأني أنا جالسة أربيه على الصدق بدون خوف. لكن أثناء ما أنا بربيه كمان على الصدق راح أعلمه كيف يتم مثلا معالجة بعض الأشياء اللي تمر وبعض الأفكار اللي يتلقاها في المدرسة كيف يواجهها. لما يجي يقول لي طب إيش اللي يخلي كلامك أنت يا أبوي أو كلامك أنت يا أمي صحيح، إذا كان في المدرسة يعلمونا كده والمدرس يقول كده وأصحاب الطلاب يقولوا كده، كيف يكون كلامكم أنتم صحيح؟ يعني هدول 3 فئات في المدرسة موجودين أقوى من الأبوين. إذا لازم أنا يكون عندي علم كافي جدا واطلاع طريقة تفكير ولدي وطريقة نقل فكرتي بشكل أقوى ومقنع له. لأن كل ما يكون الإجابة مقنعة معناها القلب راح يرتاح، وإذا القلب ارتاح معناها السلوك راح يكون معتدل من الأبناء. اللي بيصير إيش هو؟ نحن بيجي أولادنا من المدارس بأفكار مختلفة. أول ما بيجي يتكلم الولد خلاص إيش لك أنت، يعني أنت ما تثق في كلامي، أنا المفروض يعني أنا أحب لك الخير، يعني ما راح أضرك بهذا الكلام. هذا كلام نظري، يعني أنا معناها جالسة أكلم ولدي الآن على مستوى المشاعر مش مستوى العقل. لما أجي أقول له هذه الكلمتين معناها أنه خلاص عشان مشاعريا لا يجرحني وهو إلى آخره، راح يقبل مني الكلام لكن راح يفعل كل ما سمعه في الخارج وينحرف. لكن لما نيجي بأفكار غريبة جدا من برا بهدوء، لما أسمع حتى لو كانت أفكار يعني قد تؤدي لا سمح الله إلى الكفر، لما أسمع بهدوء معناها أن أنا ملزومة أبين وأشرح لولدي أو لبنتي هذه الأفكار كيف تأثيرها وإيش حكم الشرع فيها وكيف نحن ما تناسبنا بصفتنا مسلمين. وإذا حتى وجد من هو من المسلمين يعتنق هذه الأفكار ولا السلوكيات ويقوم بها، هذا ما يجعله صحيح. ليش؟ لأنه كل هذا خيارات، هو اختار أنه يرتكب الخطأ بالرغم أنه هو ما يجوز أنه يرتكبه بهذا الشكل. إذن هذا هو تأثير الأصدقاء. طيب عندنا الإدارة المدرسية. الإدارة المدرسية تطبق نظام معين في المدرسة برضو كمان ما بيخدم أبنائنا، فهم بيدخلوا في موضوع التربية. لما نقول إدارة المدرسة مثلا إيش؟ بعض المدارس مثلا تلزم الطالبات أنهم ما يرتدوا الحجاب، فهل أنا أكون ملزومة مثلا أن ألحق أولادي بهذا النوع من المدارس مثلا، ولا أتقي الله وأبحث وأجتهد؟ ممكن بعضنا يجي يقول الأبوين يعني يقول لا راح نحن نجتهد ونتقي الله، يجوا أبنائنا إيش يقولوا؟ يعني إيش المشكلة دحين؟ أنا بس في المدرسة يعني بس أخرج من المدرسة ممكن ألبس حجابي، تخفيف يعني من وطأة الذنب في هذا الأمر. فهذه الأشياء كلها لازم ننتبه لها أن هي تدخل في معانا في خط التربية في أبنائنا. فإحنا من البداية إذا بدأنا نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة على عقيدة قوية وبناء شخصية قوي جدا ومميز، حنكون نحن وأبنائنا نقدر نوقف أمام ما يحدث في المدارس بشكل مباشر أو غير مباشر للتشكيك بعقيدة المسلم. طيب عندنا كمان أبرز اللي يدخل في موضوع التربية بشكل مباشر قلنا المجتمع بما فيه من عادات وتقاليد وأفكار منتشرة. المجتمع إيش هو؟ المجتمع هو بيت العم وبيت العمة وبيت الخال وبيت الخالة وبيت الجد وبيت الجدة وبيت الجيران وبيت جيران الجيران وبيت الأصدقاء، هذول هم المجتمع وما بعد يعني كمان. فهذول كلهم يدخلوا في موضوع التربية، يؤثروا على موضوع التربية من خلال ما يمارسونه كمان هم من سلوكيات وأفكار. فبعض الأحيان بعض الآباء والأمهات يقبلوا أنهم يمشوا موضوع العادات والتقاليد في أثناء تربيتهم لأولادهم أكثر ما يقبلوا بأنهم يمشوا نظام الإسلام أو موضوع الحلال الحرام أو المقياس الحلال الحرام في أعمالهم. فتلاقي مثلا أنه يسمحوا مثلا بالاختلاط نسميه في بعض المجتمعات أو في أغلب المجتمعات، ويتهاونوا في ده الموضوع على مبدأ إيش نحن عاداتنا وتقاليدنا كده. طب إيش حكم الإسلام في ده الموضوع؟ فيبدأوا أنه إذا بدأوا يطبقوا حكم الإسلام معناها أنهم راح يكونوا مختلفين، واختلافهم هذا راح يزعجهم وراح يزعج أبنائهم ويشكل ضغط وعبء عليهم، فيبدأوا يمرروا العادات والتقاليد والأعراف المنتشرة حتى لو كانت تخالف أمر الإسلام على أنفسهم وأبنائهم، ويشوفوا أنه ده العادي الطبيعي جدا لأنه كل الناس كده عايشين. فبالتالي يعني احنا يعني ما هو شيء كبير، احنا كمان ما نبغى نكون مختلفين. هذه الأفكار الانهزامية اللي تصير هي اللي تؤثر في عملية التربية. الأبناء يراقبوا بعينهم ويسمعوا بأذنهم ويشوفوا مدى صدق الأبوين في كلامهم. الأبوين لما يتكلموا في موضوع معين أو في مفهوم معين من مفاهيم الإسلام
زي المدرسين يقولوا لهم لأولادهم لكن ما يطبقوه، يعرفوا تماما الآن أنه هذا الكلام ما ينفع، ولا هم ملزومين حتى أنهم يأخذوا به ولا يطبقوه. لذلك هنا الأبوين كل ما يكون هم شديدين جدا في التمسك بأفكار الإسلام راح يجوا أبنائهم بنفس الطريقة. ليش راح يجوا بهذا الشكل؟ لأنه الأبناء معقودة عيونهم بالوالدين، القدوة عندهم الأب والأم. الأبناء يراقبوا الأم إيش تسوي سواء كان ولد ولا بنت، والبنت نفس الشيء تراقب أبوها وأمها إيش يسووا، وكيف يتكلموا، وكيف يواجهوا المجتمع، وكيف يواجهوا أفكار المجتمع، وإيش أكثر الكلام اللي يتكلموا فيه. وأكثر شيء يهمهم عادة الإنسان لما يشغلوا أمر معين يكثر الكلام عنه، فاللي يشغلوا أمر أنه أنا أربي أولادي تربية إسلامية وهذا هو أكثر شيء أفكر فيه وأشغل نفسي فيه، هو هذا اللي راح يتكلم فيه بنتي وولدي مع الناس كمان، وهو ما سوف يحرصون على أنهم يتبنوا ويطبقوه في حياتهم. لكن لما أنا ما أتكلم بهذا الأشياء أنها هي مهمة جدا بالنسبة لي وأنها هي الهم الأعظم، معناها خلاص يصير موضوع التربية الإسلامية ده موضوع يعني إن شئت قم به وإن لم تشاء لا تقم به، يعني ما يصير الأمر على الوجوب. طبعا عندنا المؤثرين الغير مباشرين في عملية التربية، عندنا وسائل الإعلام والأصدقاء والأجهزة. لما نقول وسائل الإعلام إيش قصدنا إحنا بوسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام عندنا التلفزيون، عندنا الراديو، عندنا المجلات، طيب وعندنا الصحف. هذه الأشياء كيف تأثر في موضوع التربية؟ هل هي بالفعل تأثر ولا لا؟ طبعا تأثر بشكل مباشر كمان، حتى لو سميناها نحن بشكل غير مباشر تدخل، لكنها الآن في الواقع الحالي مع الأسف الشديد أنها مؤثرة بشكل قوي جدا ومؤثر جدا على أبنائنا. طيب إيش التأثير تبعها؟ ناخذ مثلا وسائل الإعلام المرئية، التلفزيون. التلفزيون إيش يقدم؟ يقدم أفلام، برامج سواء كانت علمية ولا غير علمية، مفيدة ولا غير مفيدة. يقدم مسلسلات وأفلام وبرامج موجهة للأطفال، وبرامج موجهة للمراهقين، وبرامج موجهة للنساء، وبرامج موجهة للرجال، وبرامج موجهة للعائلة مع بعضها البعض. هل هو شيء عشوائي هذا التقسيم في البرامج؟ لا طبعا مو شيء عشوائي. هذه البرامج من أهم أهدافها أنها تغير أو تحدد أنماط التفكير، تحط الناس كلهم في قالب معين يفكروا من خلاله. طيب كيف يصير عملية التفكير؟ من خلال ما يعرض. أي شيء يعرض في وسائل الإعلام المرئية له هدف معين، ما هو شيء عشوائي ولا شيء عبثي. ليش طيب؟ لأنه كيف يصير عملية التغيير طريقة التفكير؟ تغيير طريقة التفكير يكون من خلال تقديم شيء مرئي، والشيء المرئي هذا المقدم في التلفزيون سواء كان برنامج سواء كان مسلسل سواء إيش ما يكون مقدم، هو مقدم يلامس المشاعر. أول شيء يلامس مشاعرنا ويقدم بطريقة مشوقة جدا. مشوقة جدا لما نقول ممكن يكون بشكل حلو، ممكن بشكل مثير، ممكن بشكل يثير الفضول زيادة ويثير التساؤلات. فبالتالي من خلال ما يعرض يقدم لنا طريقة جديدة في التفكير. نفترض مثلا المسلسلات. في المسلسلات إيش يقدموا؟ يقدموا في المسلسلات أفكار تهدم المجتمع والأسرة. من خلال إيش؟ من خلال تصوير موضوع الزواج والخيانات الزوجية والمشاكل اللي تحدث، من خلال الاختلاط وعلاقة البنت بالولد والولد بالبنت. هو عبارة عن مسلسل، لكن من خلال هذا المسلسل يتم تسخيف وتقليل وتهميش هذه الفكرة وضررها. يعني الخيانات تصبح عادية جدا ويبدأ الناس تتكلم عنها كأنها عادية جدا، واختلاط النساء بالرجال والتبرج والعلاقات اللي قبل الزواج والعلاقات خارج مؤسسة الزواج يتم عرضها بطريقة مشوقة جدا. وبالتالي لما الناس تبدأ تتكلم عنها تصبح الفكرة سهلة، وبعد كده نحن نشوفها على أرض الواقع وما حد ينكر. فهنا تم عملية تغيير طريقة التفكير والحكم على الأشياء من خلال ما يشاهد في التلفزيون. طالعين فاصل وراجعين نكمل عن تأثير وسائل الإعلام في موضوع التربية، لا تروح بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات،
ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا وقفنا عند تأثير وسائل الإعلام في موضوع تربية أبنائنا. طبعا هذا الكلام اللي احنا وقفنا عنده ما هو بس للكبار في السن، حتى للصغار. برامج اللي تعرض للأطفال الآن، أفلام الكرتون، البرامج المخصصة للأطفال حسب فئتهم العمرية، هي بتعمل أيضا على أنه تغيير طريقة تفكيرهم وحكمهم على الأشياء ونظرتهم لها، حتى يكون يعني ضمن قالب معين، ضمن إطار معين لازم يفكر الطفل أو الكبير أو الصغير. طبعا هذا التأثير تأثير عميق جدا. احنا ذكرنا مثال واحد، مثلا لما يتكلم عن موضوع البر، مفهوم البر في الإسلام مختلف تماما عما يعرض في وسائل الإعلام. في وسائل الإعلام يقدمون لنا البر على أنه الأب والأم إما عايشين لوحدهم إما عايشين مع أولادهم، يسلموا عليهم، يبوس يدهم وراسهم وخلاص انتهت. وإذا صار شيء الأب والأم ما يتدخلوا، وإذا تدخلوا الأبناء بكل لطف يعني حسب المشهد يطالبوهم أنه هذه حياتي وأنا حر فيها ولا تتدخلوا. طيب هذا مسلسل أو فيلم يعرض، تأثيره هل له تأثير على الأبناء؟ نعم له تأثير. يبدأ يردد هذا الكلام مع نفسه أول شيء، ثم يردده في واقع الحال في التعامل مع والديه. فلما تيجي الأم والأب يبغوا يربوا أولادهم ويبغوا ينصحوهم يبغوا يوجهوهم يبغوا يرشدوهم يبغوا يأمروهم، يبدأ يقول الابن والبنت يعني لا تتدخلوا في حياتي وفي خياراتي، خلوني أنا كمان أبغى أعيش حر شوية بعيدا عن هذا كله. كلمات كثيرة ممكن نسمعها نحن من أبنائنا ونستغرب من فين جات من ما يشاهدونه، من كل شيء قاعد يشوفوه ويسمعوه. هذا كله يبرمجهم يغيرهم، لأنه يشوفوا أن هم الآن إذا تمسكوا بالإسلام كأسلوب حياة في تربيتهم أو في تعاملاتهم راح يكونوا مختلفين عن المجتمع. والاختلاف دائما مزعج للآخرين. ليش؟ لأنه الإنسان ما يحب يشعر أنه هو غريب، فبالتالي البنت تبغى تعيش زي صحباتها ما عندها مشكلة، وإذا لبست الحجاب تلبس الحجاب بشكل بسيط جدا وبشكل خفيف، أو ممكن تغطي راسها وتلبس ملابس ساترة أو ملابس حديثة تناسب عمرها. وهذه الأشياء مشكلة تأثر كمان على المربين. فبعض الأمهات ما تتمسك مثلا بتعليم وتربية بنتها مثلا مسألة الحجاب وإلزامها به. طب ليش ما تلزميها؟ والله لسه صغيرة ما أبغاها تنفر من الحجاب، ما أبغاها. من فين جاء هذا الكلام النفور وما أبغاها تتعقد وهي لسه ما اقتنعت وأبغاها تقتنع؟ هذا كله ما كان موجود قبل وجود الإعلام، لكن لما جاء الإعلام صدر لنا هذه الأشياء من خلال بعض القصص التي يرويها أو بعض المسلسلات التي يعرضها أو بعض البرامج الوثائقية، اللي البنات لما يجوا أبوهم ولا يتكلموا يقول أنا والله ما كنت أحب الحجاب وشلته مع أول فرصة لأنه أهلي غصبوني عليه، أو أنا ماني مقتنعة بالحجاب، أو أنا أبغى ألبس الحجاب بس ما أبغى ألبس بالطريقة هذه، أبغى ألبس كمان ملابس حديثة أو ملابس مش عارف إيش. هذه الأفكار كلها جات من خلال وسائل الإعلام المرئية. طبعا
زمان كان ممكن التلفزيون هو المرئي، الآن مع الأسف الشديد أصبح مرئي في متناول اليد من خلال الأجهزة الموجودة في أيدينا، سواء كان جوالات، تابلت، كمبيوتر. صار كل المرئي هذا في متناول أيدي الجميع وبسهولة وفي أي وقت، والإنسان لسه كمان يختار الشيء اللي يبغى يشوفه. وكلها لو شفناها وراقبناها ما تخدمنا نحن في موضوع تربية الأبناء. طيب ممكن بعضكم يجي يقول طب ايش نسوي؟ يعني نقفل التلفزيون ونطفيه؟ لا، لا تقفل التلفزيون، لا تطفيه. شغل التلفزيون لكن وانت واعي وفاهم، واجلس مع ولدك وبنتك وهو يتفرج ووريه واشرح له ما الذي يعرض الآن ولماذا يعرض وما الهدف منه. كل ما جلسنا نحن مع أبنائنا بالصبر، لأن احنا ذكرنا أن موضوع التربية موضوع طويل، يعني يبتدئ منذ الولادة وينتهي بانتهاء حياة الإنسان فقط، لكن نتائجه يحصدها في الدنيا وفي الآخرة. فاحنا لما ناخذ الموضوع التربية أنه هو بالصبر وبعلم، ونجلس مع أبنائنا وإحنا نتفرج نقول لهم إيش هذا وليش هو كذا وإيش يسووا والتدليس فين جاي، وإنه هذول حتى لو كان مثلا لابسة بهذا الشكل وتسوي بهذا الشكل، يعني كانت مسلمة لابسة حجابها لكنها ترتكب هذه الأشياء، فهذه أعمال تغضب الله، أو هذه أعمال كفر بما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا التحليل لما يشاهده أبنائنا يخليهم هم أيضا يتفرجوا بعين النقد وليس بعين الرضا، يصير يتفرجوا منه هم صغار. طبعا ممكن بعضكم كمان يجي يقول طيب متى في أي عمر نبدأ مع أبنائنا زي كذا؟ هل هم كبار؟ لا، نبدأ منهم صغار. من يوم ما هم يتفرجوا أفلام الكرتون نجلس نحن نشرح ونوضح ونبين ونربطه مع قاعدتنا الفكرية اللي هي الإسلام، وإنه هذه العقيدة هي كذا، وإنه هم شوف قاعد يقولوا كذا، وما نشتم ولا شيء، بهدوء، فكرة بفكرة. لما أكون أنا أزرع أنه النظر للأشياء هو بعين النقد في أبنائي، يبدأوا هم يسووا عملية فلترة لما يشاهدونه ولما يسمعونه. فكل اللي يشوفوه دائما حيتفلتر من خلال قواعد معينة أنا أسست أبنائي عليها، وكل اللي راح يسمعوا برضو راح يفلتروا ويقيسوا على ما تربوا وتعلموه هؤلاء الأبناء. فالمسألة هي في البداية فقط مش في النهاية. لما نحن نربي أبنائنا ونوضح كل شيء، يشوفوا إيش هو وليش كذا، راح يفهموا تماما إيش الهدف مما سوف يشاهدونه، ويبدأوا هم يصير عندهم عملية انتقاء واختيار لما يريدون أن يشاهدونه ولما يريدون أن يسمعوه. طيب، فهنا تأثير وسائل الإعلام تأثير عميق جدا وكبير جدا، وهو أخطر شيء الآن، حتى أخطر من الصحافة، لأنه الناس ما صارت تقرأ أساسا، إنما أصبحت إما تسمع وإما تشاهد. فالآن ما عندنا وسائل الإعلام المسموعة، إيش هي؟ هي عندنا كل شيء مسموع، سواء كان أغاني ولا غير أغاني، وكل هذه الأشياء حتى البرامج السمعية هي تخاطب العقل لتغيير طريقة التفكير ولتمرير فكرة معينة لدى أبنائنا. موضوع التربية إخواني وأخواتي موضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا، وإحنا كلنا بنعاني في بيوتنا من هذه المشكلة. نحن نفكر نحن لما نأكل أولادنا ونشربهم خلاص كذا إحنا قاعدين نربيهم. إحنا ما قاعدين نربيهم، نحن لما نأكلهم ونشربهم ونعلمهم نحن نقدم لهم ما يحتاجونه فقط، وهذا لازم نحن نقدم ما يلزم حياتهم وواجب علينا. لكن التربية معناها أن أنا أبني عقلهم وذهنهم بناء صحيح جدا في طريقة التفكير والحكم على الأشياء، وهذه الطريقة في البناء تأتي من خلال جعل الإسلام هو أساس في أثناء التربية وأثناء التوجيه وأثناء التعليم، وليست هي شيء ثانوي. احنا ذكرنا في موضوع المدارس، قلنا نحن المناهج بعض الأحيان يكون في المناهج ممكن يكون في مواد دين يدرسوها، لكن لو لاحظتم وركزتم مواد الدين هي تعلمهم الشعائر التعبدية فقط، وليست تعلمهم شيء في العقيدة ولا شيء في إيمانهم ولا في إسلامهم العميق، إنما في الشعائر التعبدية فقط. وتأثير الشعائر التعبدية هو تأثير فردي فقط على الطالب نفسه أو على المتعلم نفسه، وليس على الآخرين. والإسلام جاء في تربيته أساساً أو في تربية الأبناء حتى يكون مؤثر في الأبناء وفي من حولهم وفي كل من يقع ضمن دائرتهم. يعني مسألة زي ما يقولوا إيش بالانتشار، وليس أنه والله أصلح فرد واحد وهو يصلح ويصلي ويصوم ويحفظ القرآن وتنتهي القصة. هذا ما يفيدني أنا في شيء في الإسلام. إنما الإسلام لما جاء يربي الأبناء رباهم حتى يجعل منهم أبناء صالحين لهذه الأمة العظيمة. وهذه التربية ما راح تتأتى إلا من خلال تربيتهم تربية سليمة، والتربية السليمة والصحيحة لا تأتي إلا من خلال وجود منهج صحيح
والمنهج الوحيد الصحيح هو المنهج الرباني في تربية الأبناء، اللي حرص منذ الولادة كيف تكون تربيتهم وربطهم بالله سبحانه وتعالى بشكل قوي جدا. طبعا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معناها أنه المؤثرين في موضوع التربية أو المؤسسين لموضوع التربية هم الأبوين، ويأتي بعد ذلك المجتمع والمدرسة والمناهج حسب الزمان. احنا في الوقت الحالي تأثير الأبوين أصبح ضعيف، حتى أنا والله بال10% لما نقول هذا يعني من باب التفاؤل، لكن مع الأسف الشديد الأبوين حتى تخلوا عن دورهم التربوي في تربية أبنائهم إلا من رحم الله، وأوكلوا عملية التربية للمدرسة وللأصدقاء وللأجهزة وللإعلام وللمجتمع ولأي أحد، لكن هم ما لهم علاقة بالموضوع ده أبدا. ليش؟ لأنهم لا يريدوا أن يخوضوا في موضوع هم أساسا ما يعرفوا فيه شيء. ليش؟ لأنهم أساسا ما يعرفوا كيف لازم يكون موضوع التربية الصحيحة وكيف يتم بناء أبناء صالحين، لأنه هذا يتطلب منهم في الأساس أن هم يتعلموا. فما عندهم الآن هم وقت الأبوين يتعلموا، ولا عندهم الصبر للتعلم، وما راح يتعلموا الآن على الكبر على أي شيء جديد ويبدأوا يطبقوا على أبنائهم. لا، خلاص يتركوا الأشياء تمشي زي ما يقولوا على عواهنها، خلاص زي ما هو موجود يمشي، زي ما هو المجتمع ماشي أولادي يتربوا ويكبروا، زي ما أنا عايشة في بيئة معينة يتأثروا أبنائي، حيثما انتقلت تنتقل عملية التربية. والله اليوم أعيش في البلد الفلاني أولادي يتربوا كذا، أولادي الثانيين يتولدوا في مكان ثاني يتربوا بطريقة مختلفة، يجوا في البيت الواحد الأبناء مختلفين المناهج والطرق والأساليب في التربية، وما حد يقدر يفهم على أحد أبدا في التعاملات فيما بينهم البعض. طبعا احنا ذكرنا كمان قلنا الأصدقاء يؤثروا والأجهزة تؤثر. احنا موضوع الأجهزة نقدر نحطه مع موضوع الإعلام المرئي والمسموع والأجهزة اللي في يد الأبناء، لأنه هي مؤثرة جدا. لكن الأصدقاء تأثيرهم أقوى كمان، لأنهم هم ألصقوا بالأبناء، وأكثر شخص يؤثر على ابني أو بنتي هم أصدقائه، تأثيره أقوى من تأثيري أنا، حتى أنه بعض الناس يعني يستعينوا بالأصدقاء في توجيه الأبناء، يكون يعرف أنه صديق ولده إنسان صالح وتربيته ما شاء الله تبارك الله ممتازة، وتعب مع ولده أثناء تربيته وتعليمه، يستخدم هذا الصاحب في توجيه الابن من خلال التوصية به. هذا طبعا أسلوب العقلاء اللي يختاروا لأبنائهم من يصاحبونهم. كم من أب وأم يختار لأولاده الأصدقاء هذه الأيام؟ أعتقد الجواب لازم كل واحد يعرفه. كم واحد فينا أو كم واحدة فينا تختار لبنتها أو أبنائها الأصدقاء اللي لازم يصادقوهم، وتعلم أولادها وبناتها إيش المعايير التي يتم استخدامها أثناء اختيار هؤلاء الأصدقاء وتعليمهم أو الالتصاق بهم وصحبتهم دائما. هل نحن بنربي أبنائنا لما يختاروا أصدقائهم إنه هؤلاء الأصدقاء هم للدنيا وللآخرة، وأن الصاحب ساحب، وأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ هل نعلمهم نحن هذه الفكرة الموجودة في الإسلام في اختيار الأصدقاء ولا لا؟ فبالتالي تأثير الأصدقاء تأثير عظيم جدا. طبعا نرجع نقول أنه الأساس في عملية التربية لازم يكون تربية على أساس الإسلام، وهذا الأساس إذا ما قام فيه الأبوين من الأساس وانطلقوا منه كقاعدة في تربية أبنائهم، وانتبهوا لهذه القاعدة كيف الأساليب المناسبة لها والخطوات التي تتم فيها للوصول بأبنائنا إنهم يكونوا أبناء صالحين، معناها موضوع التربية أصبح موضوع هامشي جدا، إنما تركز أكثر شيء في التربية اللي هو التربية العلمية والثقافية، أو توجيه الأبناء نحو التفوق والنجاح الأكاديمي والحصول على الرتبة العليا في الحياة الدنيا. ما زلنا نقول موضوع التربية موضوع خطير جدا، ويحتاج الواحد ليس لحلقة ولا حلقتين ولا سلسلة، إنما يحتاج مبادرة قوية جدا ونية صادقة من الأبوين إنهم يبدأوا ينتبهوا لأبنائهم ويربوهم تربية صحيحة على أساس الإسلام، حتى لا يشقى الأبوين وحتى لا يشقى الأبناء، وحتى يوم القيامة ما يأتي الأبناء يمسكوا بتلابيب هؤلاء الآباء والأمهات ويقولوا لهم أنتم ضيعتمونا.
هذا الشيء مهم جدا لازم ننتبه له للحفاظ على أبنائنا وجعلهم من الصالحين الراضين المرضيين بإذن الله تعالى. كنت معكم أنا خديجة برهان في برنامج خطوة في موضوع مهم جدا اللي هو أنواع المربون في حلقة من تربية الأبناء بين الماضي والحاضر. ألتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم في نفس الموعد في نفس السلسلة التربوية. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. ستفوح عطر البذر في الآفاق، ستفوح عطر البذر في الآفاق. إنك فجر الكون نحكي قصة أملا كنور الشمس في الإشراق. سنحطم اليأس المدمر بالرجاء ونمد جسر الحب بالأشواق. وعطاؤنا أمل الحياة يمدها روح التكافل من نادى الترياق. جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق. وعلى دروب الخير نغرس أزهارا ستفوح عطر البذر في الآفاق. ستفوح عطر البذر في الآفاق. إن سنابل للعطاء تمايلت طربا لعزف البذل والإنفاق. سنلوح برقا في المدى لمؤمل نحكي هزيم الرعد للمشتاق. هذا الفخر أناخ في أرجائنا ألقى إلينا العز دون شقاق. جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق. وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذر في الآفاق. ستفوح عطر البذر في الآفاق. في كل ناحية ترى أمجادنا تنبك عن نبض الهوى الخفاق. سنظل دوما للعطاء شعارنا أثر هنا وهناك أجر باقي. أثر هنا وهناك أجر باقي.